انه البدايه دائما بعد ما تنفتتح نسلم على المستمعين، نسلم على فريقنا التقني الرائع، نسلم على جنود الخفاء دائما المعدين واللي تيقربونا المعلومه اكثر. فتنحيي ايضا دكتور لطفي الزغاري في هذه المناسبه الطيبه، صحيح هو يوم عطله ولكن هو راه حاضر معنا بالمعلومه. دكتور لطفي الزغاري صباح الخير. صباح النور اختي سميه، كيف الحال؟ لاباس عليك دكتور؟ اسكا سمينا مباركي. الحمد لله بارك الله فيك. سنه سعيده امازيغيه لجميع الامازيغ المغاربه داخل وخارج ارض الوطن اختي سميه، وكما كنقولوا واخا احنا عطله احنا معاهم اليوم باش نتقاسموا معاهم المعلومه ان شاء الله. اكيد دكتور، كل عام ان شاء الله وحنا بالف خير بصحه وسلامه والرزق يا ربي وفير، وامطار الخير اللي نتمناوها على بلادنا يا ربي. دكتور على ذكر الخير احنا غادي نكملوا حديثنا على البروتين اللي كنا هضرنا عليه حلقه البارح الاثنين، الا كنتي تذكرتي معنا كنا هضرنا على بزاف ديال النقاط مفيده، كنا هضرنا على الفوائد ديالو، مصادر ديالو، ولكن بقى لنا واحد العنصر ما هضرناش عليه اللي هو الاضرار ديالو، في حالات الا ما كنا كثرنا دكتور وعطينا الجسم ديالنا اكثر من الاحتياجات ديالو. شو ممكن كاضرار البروتين؟ وغادي نكملوا ايضا واحد الموضوع ايضا تا هو كان مقترح وانت تبارك الله عليك لبيتي لنا الطلب بحكم انه اليوم عطله بزاف ديال المستمعات، وغادي نشير لانه النساء ولاو كيكثروا منه بزاف اللي هو الكولاجين، غادي نهضروا عليه تا هو في وقته، ولكن نبداو في المحاذير يمكن والاضرار ديال البروتين. صحيح اختي سميه، ديجا الكولاجين هو عباره عن بروتين، داكشي علاش كما كنقولوا غنهضروا على الاضرار ديال البروتين اللي هضرنا عليه على شكل بودره اللي هضرنا عليه بشكل كبير البارح، وحتى الكولاجين بما انه هو بروتين غيكون كيتقاسم نسبيا تقريبا نفس الاضرار في الحاله اللي كثرنا منه. الوغ فاش كنجيو نهضروا على البروتين هضرنا على انواعه، هضرنا على الفوائد ديالو الكثيره، وهضرنا عليه كمكمل غذائي علاش الناس كتستعملوا بكثره، يعني فيه واحد المجموعه ديال الفوائد، سهل في الامتصاص، سهل في التحضير، ما كيحتاجش واحد المجموعه ديال ما كيحتاجش مجهود، ودغيا كنقدروا اننا ناخذوه ودغيا كيقدر يوصلنا ويلبي لنا الحاجيات اليوميه ديالنا. ولكن بيان سور كما كنقولوا هذا هو الجهه من القمر الجميله، كاينه الجهه اللي فيها الاضرار واللي غنهضروا عليها اليوم. دونك في الحاله ديال الاكثار بما انه هي عباره عن مركب كيميائي، هذا المركب الكيميائي اللي هو البروتين فيه واحد العنصر اللي سميتو لازوت. دونك هذاك لازوت الجسم ديالنا ما كيحتاجوش، وبالتالي فاش كنكثر من الكميات الكبيره اللي كندخلها في الجسم ديالي عن طريق مكملات غذائيه البروتين كيولي الجسم كيبذل مجهود اكثر، خصوصا بعض الاعضاء الحيويه، وكيهدموا ليا هذاك ليكسي دو بروتين، يعني داك الفائض من البروتين. علاش؟ حيت ما عندناش مخزون البروتينات على مستوى الجسم. المخزون اللي عندي هو العضلات ديالي، دونك العضلات اصلا مكونه من البروتين، ولكن واش عندي شي مخزون بحال السكريات ولا الدهون؟ ما عنديش. دونك فاش كنفوت الحاجيات ديالي وكنلبي حاجيات الجسم ديالي وكنكون كليت كميات اكثر، دونك هنا الجسم كيولي مضطر انه يتخلص منه. باش يتخلص منه كيدوز واحد المجموعه ديال التفاعلات، يعني كيتم الهدم ديالو. فاش كيتم الهدم ديالو كيتم انتاج واحد المجموعه ديال المركبات كيميائيه اللي غتكونوا كتعرفوا اللي هو اللي كتعرفوا وحده منهم اللي هي اللوغي، وحده من المركبات الكيميائيه بينه وبين الفضلات او السامه اللي الجسم خصو يتخلص منها. وكلما تم هدم البروتين بشكل كبير على مستوى الكلى كلما كيتنتج كميه كبيره او تركيز اكبر من هاد اللوغي. الوغ هاد اللوغي اوتوماتيكمون كنتخلصوا منه عن طريق البول، وبالتالي حنا كنعرفوا البول شكون اللي كيصوبوه الكلى، وبالتالي كتصعب عمليه الكلى وكتولي الكليه ديالك كتضرب تماره اكثر من القياس. كما كنقولها لكم بحال شي روبيني كلما زيرتيه بزاف كلما يقدر يتفورا، وبالتالي شنو كيقدر يطرا؟ دونك من بعد كيقدروا يبانوا مشاكل على مستوى الكلى، تقدر تكون عندي ضعف وظائف الكلى، دونك كيضعفوا لي العمل ديالهم، وكذلك كيقدروا يجيو مشاكل مزمنه خطيره منها تدهور كما كنقولوا الوظائف ديالها، العمل ديالها ما كتبقاش ديرو، فيها واحد لو فيل داخل غلوميرولير ما كيبقاش خدام مزيان. وحنا كنعرفوا ان الكليه كتقوم بواحد الدور لا يعوض، هو التصفيه ديال الدم ومجموعه ديال انتاج مجموعه ديال الانزيمات ايتترا. دونك الا مشات ما بقاتش خدامه مزيان الاضرار كتكون كثيره. حاجه واحده اخرى هما الناس اللي كيكثروا منه كذلك كاين واحد التاثير سلبي، وهذه غيكونوا لاحظوها الاغلب ديال الناس اللي خداو كميات كبارين ديال هذا البروتين على شكل مسحوق، هو اضطرابات الجهاز الهضمي. دونك اول حاجه كيقدر يدير ليه سواء الاسهال سواء الامساك، يعني كيدير ليه القبض واحد شويه، ولكن في غالب الاحيان كيدير ليه واحد الانتفاخات على مستوى البطن ديالو، وهذا الشيء كيؤدي الى غازات. دونك غالبا رائحه الغازات كتكون رائحه اللي كتكون ما زويناش بزاف، وبالتالي هذا كيدل على ان عنده شي مشكل على مستوى الجهاز الهضمي ديالو، يعني ما يقدرش ان جسمه ولا جهازه الهضمي يتقبل هذوك المكونات. داكشي علاش ديما فاش نمشي نشري مكمل غذائي من البروتين ضروري اول حاجه هو نستشر مع المختص، ثاني حاجه هو نقرا داكشي اللي فيه اللور باش نعرف المكونات ديالو، باش الا كان عندي حساسيه من مواد من الالبان ايتترا ما نشريش، نقلب على واحد اخر اللي ما فيهش داك المركبات باش ما يديرش ليا شي رد فعل تحسسي. حاجه واحده اخرى اللي ما عارفيناش الناس هو نقدر نغلاض بالبروتين. دونك هذه هي الحاجه اللي ما عارفينهاش، هو ان فاش كنجيو نقارنوا كما كنقولوا التركيبه الكيميائيه ديال البروتينات والسكريات والدهنيات غنلقاوهم كلهم تقريبا كيتكونوا
كيتكونوا نفس الحاجه، كاين اختلافات ولكن كلهم كيتكونوا نفس الحاجه. دونك ليكسي او الفائض من البروتين الا ما تمش الهضم ديالو حتى هو كيقدر يطرى ليه لا بيو كونفيرسيون، يعني كيطرى ليه التحويل ديالو باش انه يتم التخزين ديالو. اسهل طريقه ديال التخزين غالبا كتكون هي دهون، وبالتالي كيقدر انه يتراكم ويعاونني في تراكم دهون. داك انا اللي كنتناول كميه كبيره ديال البروتين ماشي باغي نبني بها عضلات ولا باش نستافد منها، ولكن داك القيمه الطاقيه المرتفعه ديالها غتولي كتادي الى تخزين مجموعه المشاكل. وفاش كنقولوا تخزين ولا هدم، دونك غالبا اي تفاعل كيميائي كيكون فيه واحد الفضلات كيخرجوا بحال لاسيد اوريكولوري اللي هضرنا عليهم، وبالتالي جوج الاعضاء اللي كياكلوا العصا، واحده منهم هضرنا عليها اللي هي الكلى، والثانيه اوتوماتيكمون هو الكبد. علاش؟ باسكو الكبد هو اللي كيصفي ليا وكيدير لي واحد العمل جبار باش انه يحافظ لي على واحد او لا يعالج لي ما يسمى النيتروجين اللي هو ديك لازوت اللي خارج ليا من هضم البروتين، وبالتالي كيؤدي الى ارهاق العمل، يعني ارهاق هذا الكبد. هذا العضو كيخدم اكثر من القياس وبيني وبينكم كيعيا، وبالتالي كيوليو عندي مشاكل خطيره على مستوى الجسم. داكشي علاش ديما الحاجيات ديالي نلبيهم ما هو طبيعي، وفي الايام اللي ما كنكونش تكليت مزيان او لا تفرض عليا واحد مثلا واحد الخرجه مطوله على داري ما قدرتش نتناول الاغذيه ديالي، تما نقدر نعاون بمكمل غذائي ديال البروتين. وبيني وبينكم معمر البروتين كمكمل غذائي غيعوض لي البروتينات الاخرى، حيت فاش كنتناولوا بطريقه طبيعيه راني ما كندخلش غير البروتين، كندخل كذلك عناصر غذائيه ضروريه وطبيعيه اللي كتكون مع البروتين باش ان جسمي يتشبع بالبروتين ويتشبع بالاملاح المعدنيه والفيتامينات وكاع داكشي اللي يحتاج بطريقه يوميه اختي سميه. دونك بشكل عام هادو هما الاضرار اللي يقدروا يطراو بطريقه مباشره، وكاين اضرار اللي غيطراو بطريقه غير مباشره. هي في الحاله اللي كنشريو داك العلب ديال البروتين اللي غالبا ما كنشريوهمش من مصادر موثوقه، وبالتالي بحكم ان كاين واحد التنافسيه كبيره ما بين مجموعه الشركات، هنا كيولي عندنا علاش انا غنختار كزبون، علاش غنختار هاد الشركه على هاد الشركه، وعلاش غنختار هاد النوع على هاد النوع. حنا كنعتمدوا على النتائج، يعني لا شي نهار جربته ولا صديق ديالي جربوه وعطاه نتائج اوتوماتيكمون حنا راه كنقولوا ان هذاك كيكون جوده عاليه. الوغ في بعض الحالات كيكونوا مخبين فيهم منشطات بطريقه غير قانونيه. يعني حنا كنهضروا على لي برودوي انابوليزون، يعني الدوباج، يعني كيكونوا منشطات اللي غالبا كيكون عندهم ضرر خطير على الجسم ديالي، وكتولي انت كتتناول اغذيه اولا مكملات غذائيه غنيه بمواد محظوره، مواد كيميائيه خطيره على الصحه بدون ما تعرف. واخا انت كتشوف كما كنقولوا نتائج جيده، غالبا دوك النتائج ما كتكونش كترجع للمكمل الغذائي، ولكن ديك المواد المحظوره اللي كتكون مزيوده فيهم. داكشي علاش الله يجازيكم بخير، نهار تبغي تناول شي حاجه من غير استشاره ديال المختص اوتوماتيكمون ضروري خصك تشريه من شي بلاصه اللي كتكون كما كنقولوا موثوقه. دكتور انا كنحييك وتنشكرك صراحه على هذا الموضوع، لانه ما تخيلش كم ديال الطلبات وديال الاسئله، فنتمنى المستمعين دائما توخى الحيطه والحذر وصحتهم تكون في الاولويه، وما ينسقوش اي حاجه يسمعوها ولا يتاثروا بها بلا ما يسولوا، لان تقدر تكون حاجه صالحه لي ماشي صالحه لغيري. غادي نكملوا حديثنا على البروتينات ياك دكتور، خصوصا انه موضوعنا اليوم غادي نخصوه الكولاجين اللي هو ايضا فيه هضره كثيره. الكولاجين لانه ولات واحد لا طوندونس متعرف بزاف النساء كياخذوا الاغراض جميليه صحيه، ها الشعر ها الاظافر ها ما عرفت شنو، بالتالي انه هذا الكولاجين فعلا نبغيو نعرفوا المصادر ديالو طبيعيه فين كنقدروا نلقاوه، ايضا حتى الفائده ديالو باش كترجع للجسم ديالنا، واش بصح هادشي كامل اللي كيتقال عليه كيستحقوا ولا لا، وايضا حتى المحاذير والاضرار ديالو اللي كان ممكن. صحيح اختي سميه. دونك الكولاجين كما شرنا له هو واحد من انواع البروتين، ولا جينا نشوفوا الجسم ديالنا غنلقاو فيه انواع كثيره ديال البروتينات، والكولاجين واحد من كما كنقولوا من البروتينات الاكثر تواجدا في الجسم، يعني في التركيز ديالها من البروتينات اللي متواجده في جسمنا بشكل كبير. علاش؟ حيت كتكون في مجموعه كبيره ديال الاعضاء حنا غنشوفوهم. دونك البروتين الكولاجين هو كيمتاز بواحد الخاصيه، هو انه واحد من البروتينات الغير القابله للذوبان، يعني ما كيذوبش غالبا في الماء، وبالتالي طونك ما كيذوبش كيلعب ليه واحد دور جميل على اساس انه نسيج موصل بين الخلايا. دونك كنلقاو كنسيج كيوصل لي ما بين الخلايا، وكنلقاو في مجموعه المناطق من الغضاريف اللي كنسميوهم حنا القرويجه، بحال الغضروف اللي كيصب ديال الودن، بحال اللي كنلقاو على مستوى الانف، اللي كنلقاو على مستوى المفاصل كذلك. وبالتالي داكشي علاش كيعطي هذه الخاصيه هذه ديال انه كيما كنقولوا مطلوب خصوصا في ناحيه المكملات الغذائيه، حيت فاش كنقولوا كولاجين كنهضروا على مناطق كثيره على مستوى الجسم. دونك هذا البروتين مكون
اساسا من احماض امينيه بحال جميع البروتينات، ولكن بشكل اساسي مكون من واحد 3 الاحماض الامينيه اللي غنلقاوه في مجموعه المركبات او مجموعه المكملات الغذائيه. غتلقاها مكتوبه الكولاجين وتحت منها مكتوبين هاد الثلاثه ديال الاحماض الامينيه اللي هما الجليسين والبرولين والليدروكسيبرولين. هما 3 ديال الاحماض الامينيه اللي ما كنلقاوهمش غير هنا، ولكن هادو اساسيين في التركيبه ديال هذا البروتين اللي هو الكولاجين. اذا جينا نشوفوا شحال من نوع، دونك هنا الناس غتلقى استغراب. داكشي علاش حاولنا اليوم غنهضروا شي شويه وغندخلوا شي شويه ما هو تقني باش الناس تقدر تفهم شي شويه، هو انه الانواع تقريبا 28 نوع ديال الكولاجين. دونك فاش كنقولوا 28 نوع انواع كثيره على مستوى يعني الجسم، وكذلك 28 نوع غتلقاو ان اختلافات كثيره على مستوى المكملات الغذائيه. دونك هذا الكولاجين بجميع انواعه فين كنلقاوه بشكل كبير على مستوى الجسم؟ كنلقاوه اول حاجه على مستوى العظام، دونك كنلقاوه بشكل كبير على مستوى العظام. كنلقاوه كذلك على العضلات، حيت قلنا كيلعب ليه واحد الدور ديال نسيج ضم كيجمع ليه مجموعه ديال الاعضاء منهم العضلات. كنلقاوه بشكل كبير على مستوى الجلد، داكشي علاش النساء كيتناولوه بواحد الطريقه بيني وبينكم هيستيريا حاليا. دونك كيتناولوه بواحد الطريقه، يعني دابا غتصور النساء ولا النساء اللي كيتصنتوا لينا ضروري في المنزل ديالهم غتلقاها ديما داك المكمل ديال الكولاجين ما كيخطاهاش من الدار الى خوا، كتعاود تمشي تشري واحد اخر. وهنا فينا نوصلوا للاضرار، فاش نوصلوا للوقيته اللي غنهضروا فيها على الاضرار. صحيح. وعاد كاين فيه انواع كيقول لك مسحوق شويه اقراص. المهم هادشي كامل غادي نهضروا عليه بعد ما ناخذوا فاصل قصير اعلاني وبعد راجعين. خليكم معنا مستمعينا، غادي نستافدوا اكثر من حلقتنا ديال اليوم، خصوصا اللي كتستهلك او كتاخذ الكولاجين. نشوفوا كذلك حتى نقطه الاضرار ديالو وعلاش يقدر يدير لنا هادشي كامل في الجسم ديالنا بعد الفاصل. كم مستمعينا الاعزاء، دائما نرحب بكل المتتبعين ديالنا اكيد اللي كيتواصلوا معنا، وخصوصا في اولى فقراتنا رفقه الدكتور لطفي زغاري اختصاصي في التغذيه وعلوم الرياضه. سنكملوا حلقتنا على البروتينات ياك دكتور، وتحديدا اليوم تنتكلموا على الكولاجين اللي هو نوع من انواع البروتين. فهضرنا على القضيه ديال الانواع ديالو، واش كاين انواع كثيره دكتور في السوق يعني متواجده، وايضا حتى طريقه الاخذ ديالو، وايضا المحاذير اللي ممكن ان كل واحد فينا يقدر لا قدر الله تقدر توقع له بعض التاثيرات منه، شو يقدر يوقع له وكيفاش ممكن ان احنا نحتاطوا. صحيح اختي سميه. دونك باش نعرفوا اكزاكتومون شنو هما المحاذير، خصنا نعرفوا بعدا شنو هما الفوائد. ديما نبداو بالايجابي ونمشيو للسلبي، حيت داك الفوائد اوتوماتيكمون فاش غتفهمها غتولي تفهم انه الا فتنا الاحتياجات اليوميه ديالنا اوتوماتيكمون غيولي عندي مشاكل. الا عقلتوا قلنا الانواع تقريبا 28 نوع من بروتين الكولاجين، ولكن حنا ما غنهضروش على 28 نوع، مي غنهضروا على بعض الانواع اللي متواجده في الجسم. يعني النوع اللي متواجد بكثره في الجسم هو النوع اللي نورمالمون حتى الا بغيتي تاخذه كمكمل غذائي اوتوماتيكمون خصك تاخذ هاد الانواع هادو. علاش؟ حيت الجسم كيكون كيحتاجهم بكثره. كاين النوع الاول سميتو كولاجين، النوع الاول هذا علاش متواجد بشكل كبير، يعني هو كيمثل تقريبا واحد 90% من الكولاجين اللي كاين في الجسم. وعلاش؟ حيت كيدخل ليا في تكوين معظم كما كنقولوا الاعضاء ديال الجسم ديالي، يعني كيدخل ليا في التكوين ديال الاسنان ديالي حيت هي فيها الكولاجين. الانسجه الضامه هي واحد النسيج داير بحال واحد البلاستيك مغلف ليا مع مجموعه ديال الاعضاء. فيه كذلك كيدخل ليا في العظام، كيدخل ليا في الاربطه، دونك لي طوندون ايتترا اللي كيربطوا ليا ما بين العظام ما بين المفاصل ايتترا. وكذلك كيدخل ليا في البنيه ديال الجلد وبعض الاعضاء الداخليه. دونك هذا هو اللي كيكون كثير، وهذا علاش كيكون مجموعه الناس كيقلبوا انهم يتناولوه. كاين النوع الثاني، دونك النوع الثاني هو نوع اخر من الكولاجين، هو اللي كيدخل ليا في التكوين ديال الغضاريف. دونك شنو هو الغضاريف؟ هي ديك الكرويج اللي كنهضروا عليه، اللي هو اللي كاين على مستوى الاذن، اللي كاين على مستوى الانف ايتترا، وكيمثل ليا تقريبا واحد 50%، دونك في الماكسيموم 50% من البروتينات اللي كتكون ليا هاد الغضاريف اللي عندي على مستوى الجسم ديالي. وبيني وبينك هاد الغضاريف من غير النيف والودنين كنقدروا نلقاوها كذلك حتى على مستوى القرنيه، يعني على مستوى العين. كاين النوع الثالث غيجيكم غريب، اللي حتى هو كنلقاوه في الجسم وكاين على مستوى العروق الدمويه او الاوعيه الدمويه. علاش كاين على مستوى الاوعيه الدمويه؟ حيت الا لاحظتوا هاد الكولاجين كيعاونني في المرونه. داكشي علاش كيقول لك الا نقص ليا الكولاجين بزاف البشره ديالي كتفقد النضاره والمرونه ديالها، دونك الجلد ما كيبقاش زوين. نفس الحاجه بالنسبه للاوعيه الدمويه، الاوعيه خصها تبقى مرنه باش تضمن ليا مرور ديال الدم بطريقه سلسه. دونك هذا النوع الثالث هو اللي كنلقاوه في مجموعه ديال الشرايين اللي على مستوى الجسم، واوتوماتيكمون كيعاونني ان العروق ديالي تبقى مرنه. عاد زيد كاين انواع اخرى اللي نسبيا كيكون التركيز ديالها قليل. دونك هادو متواجد في الجسم قادر انه ينتج هذا البروتين. دونك تعطيه نظام غذائي صحي فيه مجموعه احماض امينيه، يعني اللحوم، اللحوم جميع انواعها، تعطيه البيض، اي حاجه غنيه بالبروتين اللي هضرنا عليها او مكملات غذائيه ديال البروتين راه قادره انها تعاونك انك تلبي حاجيات الجسم. علاش؟ حيت فاش كتاخذ بروتين اصلا الاستعمال ديال هذا البروتين ما كيتمش بطريقه مباشره، يعني ما كيتمش الامتصاص ديال البروتين على شكل بروتين. نو، كاين البروتين هو عباره عن جزيئه ضخمه ما كتقدرش تمر ليا عن طريق الجدار المعوي، ما كدورش ليا من المصران للدم. علاش؟ حيت كبير
كبيره ما تقدرش تدوز. دونك اش كيطرى لها؟ كيطرى لها الهضم وكتولي عباره عن احماض امينيه. فاش كنكون كنتناول انايا مجموعه متنوعه من مصادر البروتين، اوتوماتيكمون كنكون كنوفر لجسمي احماض امينيه كثيره، ومن هذه الاحماض الامينيه هما الثلاث احماض امينيه اللي هضرنا عليهم، اللي البرولين هيدروكسيبرولين، اللي اوتوماتيكمون كيعاونوني في تركيب هذا الكولاجين. دونك الجسم قادر انه ينتج الكولاجين لراسو، هذا من جهه. ولكن غالبا حنا كنديروا مجموعه هاد العادات اختي سميه اللي كتدمر ليا هذا الكولاجين على مستوى الجسم، كتقلل ليا النسبه ديال الكولاجين على مستوى الجسم. واول حاجه اللي كنديروها كاملين هي فيها فائده وفي نفس الوقت فيها اضرار. هذا الشيء كنديروه في الصيف بزاف، اللي هي التعرض لاشعه الشمس اكثر من القياس، وخصوصا بدون وقايه. دونك فاش كتجلس في الشمس عاوتاني اكثر من القياس، اي الفوائد هو تاخذ فيتامين دي تيتا، وهذا الشيء هضرنا عليه، ولكن في نفس الوقت ديك الاشعه فوق بنفسجيه كتضر ليا البشره وكتنقص ليا ولا كتقلل ليا من انتاج الكولاجين على مستوى الجسم، خصوصا الا بقينا في واحد المده زمنيه طويله. داكشي علاش خصوصا النساء قبل ما تفكر انك تاخذ بروتين، حاول بعدا توقف هاد العادات اللي كتدمر لك الكولاجين. يعني فقبل ما تخرج ضروري نديروا شي واقي اللي يكون صحي وفعال قبل الخروج من المنزل. دونك قبل ما تخرج من الدار ضروري نديروا واحد الواقي. حاجه واحده اخرى اللي كتدمر ليا نسبه الكولاجين على مستوى الجسم اللي هي التدخين. دونك فاش كنقولوا التدخين هي من اسوأ العادات الصحيه اللي كتقضي لي على البشره. دونك النساء او الرجال المدخنين اوتوماتيكمون خصهم يحبسوا التدخين قبل ما يفكروا انهم حين واخا يبقى ياخذ مكملات الكولاجين بشكل كبير، هذا التدخين ضروري الضرر ديالو غيفوق النتائج الايجابيه ديال ذاك المكمل الغذائي. علاش؟ حيت التدخين اوتوماتيكمون في يعني السجائر فيهم مجموعه كبيره ديال المواد السامه، واحد المجموعه ديال المواد الضاره اللي كتزيد ليا واحد الحاجه ديما كنهضروا عليها اللي هي الاجهاد التاكسدي. يعني جسمك كيتراكموا فيه عدد كبير وكميات كبارين ديال هذه المواد السامه، وبالتالي هي اللي كتسرع عمليه كبح انتاج الكولاجين. وهنا فاش كيبداو يبانوا التجاعيد بشكل كبير، وهذا الشيء غتلاحظوه شي مدخن كتعرفوه راه كيكون وجهه كيبان كبر من العمر ديالو كما كنقولوا. علاش؟ باسكو كيكونوا التجاعيد بداو كيبانوا بشكل كبير. هذه حاجه كيديروها الناس. حاجه واحده اخرى اللي كنديروها وكيديروها الاغلبيه ديال الناس هي تناول السكريات البسيطه بشكل كبير. كلما تناولت الحلاوه بزاف، السكر بزاف، واخا من مصادر طبيعيه، انا ديما كنسطر على راه تقدر تمرض بمصادر طبيعيه، تقدر تمرض باغذيه طبيعيه في الحاله الا تجاوزتي الكميات المعمول بها وكتناول كميات كبارين. دونك فاش كنتناولوا كميات كبيره من السكر، اوتوماتيكمون السكر شنو كيدير؟ كيقلل ليا من العمل ديال الكولاجين، يعني ما كيخليش يخدم ويمشي يدير ديك الوظائف ديالو بشكل صحيح كما هو خصو يدير. علاش؟ حيت هذا السكر كيزيد ليا من التشابك ديال دوك الالياف ديال الكولاجين. وحنا الكولاجين كيفاش خصو يبقى؟ الكولاجين خصو يبقى مرن، خصو يبقى رطب باش يعاونني في ديك المرونه ديال الجلد، المرونه ديال الاعضاء، المرونه ديال الغضاريف ايتترا. دونك هذاك السكر اش كيدير؟ بحال اللي قلت كيقلل، كيزيد من التشابك، وبالتالي كيقلل من داك المرونه ديالو، وكيولي اوتوماتيكمون كيأثر ليا بطريقه مباشره. كاينه واحد الحاجه ما كنتحكموش فيها، وتا هي واحده من الاضرار اللي كتمنع ليا تكوين الكولاجين او لا كتنقص ليا الكولاجين من الجسم، واحده اخرى اللي هي الاضطرابات الهرمونيه. دونك الاضطرابات الهرمونيه حنا عارفينها ان في المرحله ديال الحمل كيكونوا اضطرابات هرمونيه، وبالتالي كتاثر بشكل كبير على انتاج الكولاجين. او لا سن الامل، دونك في فتره انقطاع الطمث اوتوماتيكمون حتى هاد النساء كيعانيوا بشكل كبير من هاد المشاكل اللي عندهم علاقه مع الكولاجين. دونك هادو عادات الا بدينا غير بيهم اوتوماتيكمون كنقصوا من الاحتمال ديال ان الجسم وكنعطيو للجسم فرصه ديال انه ينتج كولاجين ديالو لراسو بطريقه طبيعيه عن طريق التغذيه المناسبه. الا بغينا نزيدو نعاونوه، يعني نشوفوا شنو نقدروا نعطيوه باش نعززوا انتاج هذا الكولاجين. كاينين عناصر غذائيه، يعني قبل ما نمشي نفكر ناخذ الكولاجين كمكمل نقدر نبدا بهذه الافكار هذو. اول حاجه هي كاين ترابط ما بين عناصر غذائيه. اش كتعني؟ كتعني ان كاين واحد العنصر غذائي ماشي كولاجين، ولكن الا خديته اوتوماتيكمون كيعاون ليا الكولاجين انه يتم الانتاج ديالو او لا يدير العمل ديالو كما خصو يديرو. ومثال هو فيتامين سي. الوغ فيتامين سي كيعاون في انتاج البروكولاجين. دونك هذا البروكولاجين بحال اللي قلتي واحد الماده كيميائيه سابقه اللي من بعد غتحول الى بيور كولاجين، غتحول الى كولاجين حقيقي اللي غيمشي يدير العمل ديالو. داكشي علاش غتلقى في مجموعه المكملات الغذائيه ديال الكولاجين ضروري زايدين معاها واحد الكميه ديال الفيتامين سي وكيكتبوها. اولا كيقولوا لك ما بين النصائح هو فاش بغيت تاخذ هذا المكمل خذ معاه كذلك شي حاجه فيتامين سي، سواء تاخذ مثلا عصير طبيعي ديال البرتقال ايتترا، او لا تاخذ مكمل غذائي كذلك باش انه يعاون. كاين معدن اخر اللي هو غنديروا ليه شي حلقه شي نهار، حيت حتى واحد ما كيهضر عليه مالغري
ان عنده فوائد كثيره اللي هو النحاس. الوغ النحاس حتى هو واحد من المعادن ولو بكميات قليله كتعاوننا في انتاج هذا الكولاجين، وبالتالي كنقدروا ننتجوا الكولاجين، نعاونوا جسمنا ينتجوا الكولاجين بلا ما نمشيو ناخذوا مكمل للكولاجين. وانا ديما كنقول لكم بلا ما ناخذوا مكمل للكولاجين، حيت فاش غنجيو نشوفوا المقالات العلميه غتلقاو ان ما كاينش ترابط حقيقي ما بين الا خدينا كولاجين بشكل كبير انه غيعاونني في بعض الحالات. احنا غنشوفوا شنو هما هاد الحالات اللي بصح كيعاون والحالات اللي ما كيعاونش. دونك النحاس فين غنلقاوه باش يعاون لي الكولاجين؟ غنلقاوه في المكسرات، كنا درنا واحد الاسبوع كامل على المكسرات، غنلقاوه بشكل كبير في الكاجو واحد من انواع المكسرات، وغنلقاوه كذلك في العدس وبعض البقوليات. دونك خصو يدخل في النظام الغذائي. هذا النحاس حتى هو كيعاون بشكل كبير انتاج الكولاجين. عاد كاينين احماض امينيه اخرى اللي حتى هما كنقدروا نلقاوهم في مكملات غذائيه. كنلقاو مثلا الكولاجين مع فيتامين سي ومع واحد جوج الاحماض الامينيه اللي هما الجليسين والبرولين اللي هما احماض امينيه اساسيه. الا ما كانوش ما يمكنش يتصاوب ليا هذا البروتين الكولاجين. دونك حتى هو الا قدرنا اوتوماتيكمون نتناولوه من مصادر طبيعيه بحال اللحم بحال الدجاج بحال الاسماك بحال المحار بحال البيض، اوتوماتيكمون كيعاوننا في انتاج هذا الكولاجين. دونك الا لاحظتوا كنكويو ونبخو، دونك كما كنقولوا كاين الحويجات اللي كنديروهم حنا وكيدمروا لنا الكولاجين، وكاينين حويجات اللي نقدروا كما كنقولوا نقدروا نديروها باش انه يعاون ليا شي شويه انتاج ديال هذا الكولاجين. دونك هنا هضرنا غير على الفوائد، وهنا هضرنا على علاش خصنا نحفزوا الجسم انه ينتج ديال الكولاجين. ولكن الحاجه اللي كنهضروا عليها واللي هي كانت الهدف الرئيسي من هذا الاسبوع هذا والاسبوع اللي قبل هو ان نهضروا على مكملات غذائيه. دونك هنا الكولاجين ولا كيتخاد بواحد الشكل رهيب كمكمل غذائي، وبالتالي كيتخاد على شكل بودره، يعني كنلقاوه واحد المسحوق، او لا كنلقاوه على شكل دي جيلول اللي كيكونوا عامرين بواحد البودره، او لا على شكل حبوب. دونك هنا غنهضروا على هذه الحبوب الكولاجين بيني وبينكم واش عندها واحد التاثير ايجابي كما كيسوقوا ليه ولا لا. هي بيني وبينكم كاينين فوائد ديال الكولاجين الا تناولناه بالنسبه للبشره، كيعاون ليا شويه البشره، كيعاون ليا كذلك كما كنقولوا الاظافر، كيعاون ليا نسبيا الشعر، كيعاون ليا الجسم كامل، حيت قلنا الكولاجين كاين في الجسم كامل. ولكن كاينين بعض الحالات اللي كناخذوا فيهم الكولاجين ومثبت علميا جوسكا ماتنون ان مازال ما عندناش دليل علمي انه واش هذا الكولاجين اللي الا تناولناه بارفوا اوغال، يعني ديناه كليناه وسرطناه ايتترا، واش غيعاون ليا مثلا المشاكل الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى المفاصل، على مستوى داك القرويجه اللي كتكون عندي على مستوى المفاصل في الحاله ديال التاكل ديالها. دونك مجموعه المقالات علميه بينات ان ما كاينش تاثير مباشر. التاثير المباشر غيكون في الحاله اللي طرات عمليه جراحيه وزرعنا الكولاجين لداخل، يعني زرعناه بطريقه مباشره. اما باش تقول غنتناولوه غيحل لي مشاكل المفاصل، هنا مازال الدلائل العلميه جد قليله. ولكن مازال عنده اضرار، خصوصا في الحاله اللي خدينا على شكل حبوب الكولاجين. كاين داك الفوائد اللي هضرنا عليها، ولكن كذلك كاين الاضرار. ما بين الاضرار بيان سور طون غتاكلوا بارفوا اوغال، يعني غتاكلوا غتسرطوا ايتترا غيطيح في المعده. دونك في غالب الاحيان خص النساء تعيق بها. دونك هو كيقدر يدير ليا في غالب الاحيان كيدير ليا اضطرابات في الجهاز الهضمي. اش كنقولوا اضطرابات؟ دونك يقدر يعطيك احساس بالقيء، يقدر يدير لك عسر في الهضم، يقدر يدير لك اسهال، يقدر يدير لك كاريمون تقلصات على مستوى البطن، او لا تحسي بحال كنقولوا بالمعده شويه ثقيله. دونك هنا الا طراو هذا الشيء من مور الاخذ ديال الحبوب ديال الكولاجين، كون متاكده ان هذا هو السبب الرئيسي. حاجه واحده اخرى خصكم تردوا لها البال، وخصوصا الناس اللي كياخذوه قبل ما يمشوا مثلا للخدمه، هو ان فيه كيخلي لي واحد المذاق سيء وكذلك رائحه سيئه في الفم. داكشي علاش خصني نرد معاه البال، خصوصا الناس اللي كياخذوه مثلا وغيخرجوا يخدموا ايتترا. دونك بالتالي هذا من الحويجات اللي خصنا نردوا لهم البال. دونك اول حاجه علاش غيديرها ليا؟ حيت كيكون المصدر ديال هذا الكولاجين وديال حبوب الكولاجين كيكون المصدر ديالهم مصدر بحري او لا بقري، يعني كيكون داك الكولاجين جايبينه من المصدر سواء من داك الزعانف ديال الاسماك، او لا في بعض الحالات من الكرعين ديال الابقار ايتترا. وبالتالي في داك لو بروسيس دو فابريكاسيون غالبا كيولي عندهم واحد الطعام، واحد المذاق، واحد الرائحه كذلك حتى هي ما زويناش، بزاف الناس كيهربوا منها. داكشي علاش ما بين النصائح هو فاش بغيتي تاخذو تقدر تاخذو مع عصير مثلا ديال البرتقال، حيت قلنا عاوتاني البرتقال حتى هو كيساعد في عمليه الامتصاص ديالو والانتاج ديالو. نعم. دونك ما بين هاد النصائح باش اننا نقصوا هذا الطعم كما كيقولوا اللي كيكون كريه وتا كذلك الرائحه، هو من الافضل اننا نشربوه مع عصائر، بحال القضيه اللي قلنا عصائر اللي كتكون غنيه فيتامين سي. دكتور، إلا جات على خاطرك في الثواني الأخيرة قبل ما نختم معك، سمعنا أنه في حالات الإكثار منه كيقدر يسبب مخاطر ولا أضرار على الكلي. إلا حد هادشي صحيح؟
سؤال مهم اختي سميه. عرفتي علاش؟ حيت النساء حاليا ولاو كيتناولوا واحد الكميه رهيبه، ماشي كميه هستيريه، يعني كيسحب لك كل ما كلاتو بزاف كل ما راه البشره غتولي فيها كولاجين اكثر، وبالتالي غيبقاوش التجاعيد. الوغ كو هي لا، كاينين دي زوز اولا دي يعني كميات مصابعه. في الحاله اللي فتناها دونك كيوليو مشاكل على مستوى الكلى. علاش؟ حيت فاش كنهضروا على الكولاجين ولا حبوب الكولاجين على شكل مكملات غذائيه، اوتوماتيكمون كيقدر يطلع الاحتمال ديال اننا نطوروا من حصى الكلى، كيولي عندنا حجر في الكلاوي. علاش؟ حيت هذا الكولاجين في واحد الحمض اميني اللي عقلتو في الاول سميتو ليدروكسيبرولين. هذا ليدروكسيبرولين اوتوماتيكمون ساهل انه يتحول لي على مستوى الجسم الى مركب الاوكزالات. وفاش كنقولوا اوكزالات دونك كلما تزاد لي التركيز ديال هذا المكون اوتوماتيكمون كلما كيتزاد لي احتمال ديال انه يتم التركيز ديالو على مستوى الكليه ويتكريستاليزا ويعطي لنا حجره في الكلاوي. داكشي علاش الله يجازيكم بخير نبداو نقلبوا على مصادر طبيعيه عاد نمشيو للمكملات. واحسن مصدر طبيعي بيني وبينكم هو الكرعين بالحمص. دونك واحد المره ولا جوج، واحد المره في الاسبوع ولا مره في جوج الاسابيع ضروري ندير داك الحمص بالكرعين. اوتوماتيكمون هذاك المريقه ديالو اللي كتخرج راه فيها واحد التركيز عالي من الكولاجين بطريقه طبيعيه. صح، نديروا شوربه الكوارع ياك دكتور على شق عندنا المصريين. فانا كنحييك وتنشكرك شكرا جزيلا صراحه على كل هذه الاجابات اللي كتجاوبنا عليها. ودائما الحمد لله مازال في هذا الاسبوع غادي نكملوا مع المعادن. جاونا اسئله كثير دكتور على الحديد، نتمنى ان شاء الله نخصوا لها حلقه. انا ما كرهتش الاسبوع يعني سواء الاسبوع القادم او غدا، لا كان ممكن نقدروا نهضروا على الحديد. وايضا حتى الكالسيوم بزاف هادو معادن اللي بزاف كيسولونا عليهم. ان شاء الله المصادر ديالهم والناس اللي عندهم فقر الحديد ونبغيو نعاونوهم. فانا كنحييك وتنشكرك وتنتمنى دائما سنه مكلله بالنجاح ليك دكتور والاسره ديالك الصغيره. وغادي نمشيو فاصل قصير.